بيان من منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل إطلاق حملة توعوية بكافة مناطق إقليم شمال شرق سوريا تحت شعار نحن الأمل نحن السلام. إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد الانتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم. فالعنف ظاهرة خطيرة ولها تأثير كبير وكارثية على المرأة والمجتمع، فتسبب مشاكل مجتمعية، وخاصة ما شهدناه مؤخرا بتزايد حالات القتل والانتحار بحق النساء التي تندرج تحت مسمى ذريعة الشرف والعادات والتقاليد الخاطئة المنحدرة تحت ثقافة الكثيرين في المجتمع، مما يؤدي إلى تصغير دور الأنثى وفي المقابل تعظيم دور الذكر، حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري في الهيئة والسلطة وممارسة العنف على المرأة، كما يولد آثار نفسية وفقدان الأمل ثقتها بنفسها. لذلك نحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم شمال شرق سوريا اليوم نعلن عن إطلاق حملة توعوية على مستوى إقليم شمال شرق سوريا نستهدف بها القرى والبلدات، وذلك بإعطاء قانون الأسرة الخاص بالمرأة والعنف بشكل عام. وسوف تكون الحملة على مدار شهرين من تاريخ البدء من إعلانها، وهدفنا من إطلاق هذه الحملة الحد من ظواهر المجتمعية الخطيرة التي تهدد حياة المرأة وتجعلها ضحية الذهنية الذكورية والعادات والتقاليد البالية والمعتقدات العشائرية والنظام الأبوي. لذلك علينا نحن كتنظيمات وحركات نسائية تطبيق القوانين التي تحمي حقوق المرأة للوصول إلى مجتمع خالي من العنف، لأن العنف يولد العنف. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم شمال شرق سوريا 1/7/2024. لا لقتل المرأة، لا للعنف ضد المرأة، المرأة حياة حرية. لا لقتل المرأة، لا لا لا. لا للعنف ضد المرأة، لا لا لا. المرأة حياة حرية. المرأة حياة حرية. المرأة حياة حرية. المرأة حياة حرية.